اخر حاجه اتكلمنا عليها خلاص، احنا خلصنا وجبه الفطار. ما ينفعش ابدا بعد ما اخلص الفطار ادخل على اي نوع من انواع الحلويات نهائي. ده اكبر خطر على جسم الانسان، يعني. خطر جدا. وفي نفس الوقت برضك ما ينفعش ان انا اقدم على اي فاكهه ايا كان نوعها. خلاص احنا قلنا كده خلصنا. هتدخل مع الاكل خلاص. اذا كنت انا عاوز اكل فاكهه او حلويات على الاقل من 3 ل 4 ساعات، كمان ساعتين ده ما ينفعش على الاقل. بالظبط كده. لان اي اكل حضرتك تستخدميه بعد وجبه الفطار هتسبب لك اضرار لا تعد ولا تحصى. طبعا لو انا استخدمت الفطار زي ما انا قلت لحضرتك كده بالطريقه المثلى ديت، وقللنا شويه من الكربوهيدرات وظبطنا طبعا احنا الفاكهه هتعمل اصلا شبع دايم، واكلنا وشربنا بقى مشروب كويس، بعد كده هنلاقي الجسم زي الفل. طب لو انا استخدمت الحلويات بقى والزيوت المهدرجه والسكريات هتلاقي مشاكل كبيره جدا. طب لو انا استخدمت الفاكهه هيعمل عمليه عفونه للمعده بعد كده ومشاكل القولون وما ادراك ما القولون. احنا اكتر شعب في العالم بيعاني من مشاكل القولون، واخد بال حضرتك؟ فلذلك دايما انا يفضل جدا ان انا بعد بقى ما اخلص الوجبه دي اعمل ايه؟ في حاجتين عندي. استاذ الدكتور احمد عمر هاشم فكرنا بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالحبه السوداء. قال لك ايه؟ ان الحبه السوداء فيها شفاء للناس من كل داء الا السام، والمقصود بالسام الهرم او الموت، يعني خلاص واحد كبر خلاص هيموت يعني. وفي حديث سنه على الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسنه والسنوت. ايه دي بقى؟ ايه ده بقى؟ السنه والسنوت ده انا هربط لك الاثنين بعض. اختلف في العلماء ما بين السنه والسنوت، ان السنه دوت هي عشبه السلامات اللي بتستخدم في الملينات الطبيعيه اللي بتستخدميها في الصيدليات وكلام زي كده، واختلف فيه معظم العلماء التانيين ان هو ما بين بذر الشبت وبذر الشمر. بذر الشبت وبذر الشمر. اوكي. ولقينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم بذر الشمر وبذر الشمر والشبت الاثنين متكسرين او مطحونين على وجبه ايه؟ السريد. عارفاها حضرتك؟ حاجه خضراء اللي هي وجبه اللي هي زي الفته بتاعتنا. الفته. اوكي. واخد بال حضرتك؟ وكان بيستخدمها كتوابل على الاكل. كتوابل على الاكل. فلذلك دايما لازم ندخل معظم النباتات الطبيه كتوابل على الاكل. لان النباتات الطبيه دي هي اللي بتحمي الجسم من كل المخاطر اللي موجوده فيها. النباتات دي مش مجرد ان انا اغليها واشربها بس، او ان انا احطها في اقراص واعملها، او ان انا اخرج منها مواد فعاله واعملها كحقن او كلام زي كده. ده غلط. المواد الفعاله اللي موجوده داخل النباتات ممكن تجرى على اي نوع، بس في حاجات ما ينفعش تدخل فرن، في حاجات ما ينفعش تتطبخ، في حاجات ما ينفعش ان هي تتغلي. ده علم بقى. طبعا كل حاجه زي ما احنا قلنا بمقادير معينه لازم نشتغل عليها. فلذلك انا بنصح الناس مثلا ان انا ممكن اخد بعد كل وجبه، المفروض ان انت ليكي يوميا عشان خاطر تعزيز الجهاز المناعي جرام واحد من الحبه السوداء، جرام واحد. يعني حضرتك ما بين صابعك كده بالظبط 5 ل 6 حبات بالظبط. لو انا ضفت مع ال5 6 حبات دول حبيتين شمر وحبيتين ينسون وحبيتين بذر شبت، حضرتك حاجه صغيره خالص، وحطيتهم كده وشربت وراهم ميه او مضغتهم، ده ممتاز جدا. حسنت عندي كل المشاكل اللي موجوده في الجسم، ورفعت جهاز المناعه وقويته ونشطت الدوره الدمويه، وفي نفس الوقت عملت عمليه ترويه كامله وغسيل كامل للجسم بالكامل.